اخوانا نادي الزمالك مظلوم، مظلوم على الاخر. بذمتكم في اي نادي في العالم بيعمل اللي بيعمله الزمالك؟ في اي نادي في العالم بيدعي المظلوميه بالكم الرهيب ده؟ الفيفا بيظلمه، الكاف بيظلمه، واتحاد الكره المصري بيظلمه، ويمكن الاتحاد الاوروبي بيظلمه. واللي على فكره المطره برضه بتظلمه، بتمطر في اليوم اللي بيلعب فيه الزمالك، والرعد في اليوم اللي بيلعب فيه ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ حاجه غريبه خالص والله. طب نشوف كميه الظلم اللي اتظلمها الزمالك، نشوف مع بعض. لا شوف، الزمالك طول عمره مظلوم. مظلوم. مش حكام، انت لما اتعمل فار خربوا الفار. يا جدعان، انتوا عمركم سمعتوا ان الاهلي بيتظلم؟ تتلعب الكرة بالقدم اليمنى ورأسية بإيده عند بول، تعالى عند بول. الكرة بالقدم اليمنى ورأسية بإيده عند بول. حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها، لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كده. نادي الزمالك كان مظلوم طبعا كتير، في امور كتيره جدا يعني. ركله الجزاء احتسبت لصالح الزمالك. طيب فين الخطأ؟ انا مش شايف من هنا، ورينا كل الاعداد. ايه يعني حتى ده انا لا اكون فاول والله. لو ريال مدريد ولا برشلونه بيتعمل فيه زي ما نادي الزمالك بيتعمل، والله العظيم ما يطلع اخير، حتى ينزل درجه رابعه. طبعا مظلوم، مظلوم ونص كمان، مش مظلوم بس. حته ان الزمالك بيتظلم من الحكام ده تاريخيه. يعني هو بيعضد من موقفك رحمه الله عليه. فانا رحت رايح خابط نفسي فيه وهو بيحمي الكوره عشان حارس المرمى. هل الزمالك مظلوم بصفه عامه في المنظومه الرياضيه؟ انا شايف انه مظلوم بصفه عامه بالتاريخ. يا سيدي الفاضل، اللي يحسب اللي هناك الاولاني ركله جزاء لازم يحسب دي ركله جزاء. يا سيدي الفاضل، اللي يحسب اللي هناك. البلد دي اتظلم لسنين طويله، لكن برضو مين اللي ظلمه كابتن؟ اتظلم بسبب احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها، والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما خدش حق. احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. يا عم الحكم ده اجنبي، اللي انت شايفه ده قدام منك دوت في نص الملعب ماسك رايه عمال يعمل كده كده كده، ده اجنبي. الكل في حالة تركيز. امامك هيثم الصورة، امامك كابتن عزيز، الكورة تحسب. أجنبي إيه؟ مش ده اللي جايبه اتحاد الكورة؟ واتحاد الكورة يالا أحمر يالا، متطبخة يالا متطبخة. يا جدعان، انتوا عمركم سمعتوا ان الاهلي بيتظلم؟ نشوف من هذه الزاوية، من هذه الكاميرا، هذه الرأسية فاتت من شريف. ده مش مارادونا، ده مارادونا يتعلم منه، ده مارادونا يتعلم من انرامو. مش على فكره دول شويه ظلم صغيرين اللي احنا شفناهم. هو كتير اتظلم كتير، بس احنا شفنا شويه صغيرين خالص، صغيرين من اللي ظلموا الزمالك. والغريبه ان برضو قياداتهم واعلاميينهم ومدربينهم كله شايف كده، شايف انه مظلوم. والاغرب ان برضو الجمهور على طول بمجرد بيطلع اي كلام رجع سيد خطيب، كله رجع سيد خطيب، رجع سيد خطيب، رجع سيد خطيب. امام عاشور، امام عاشور، امام عاشور، امام عاشور، كهرباء 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 كهرباء، كله على وتيره واحده. يا اخوانا خلي ليكم شخصيه يعني مستقله. يا ريت يا ريت انتبهوا للملعب، انتبهوا للفنيات، انتبهوا للاعيبتكم، للاداره، انتبهوا لكل هذه الاشياء. هيرجع الزمالك تاني، لكن بطريقتكم دي انتوا بتهدموا نادي الزمالك. السلام عليكم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة